بسم الله ما شاء الله، بعد الصبر جبر ان شاء الله. شقتنا بقى النهارده مش شقة عروسة. شقتنا شقة واحدة متجوزة بعد سنين كتير قوي. يعني عدى مثلا بتاع 15 سنة او اكتر. ابتدت بقى تجهز بيتها من اول وجديد. الدنيا كانت اكيد مش احسن حاجة، صبرت و... وفضلت كده دعت ربنا لحد ما ربنا كرمها ورزقها. ربنا يرزقكم اجمعين يا رب. نصلي بقى كده على النبي، نقول بسم الله ما شاء الله، ونبص بقى على التفاصيل. الشركة دي برضو مميزة قوي. تخش كده من الطرقة تلاقي السفرة، وأحلى حاجة بقى الشقق اللي هي فيها طرقة منفصلة كده عشان الباب ما يتفتحش سداح مداح على الريسبشن. ادي هنا الكنبة معمولة من الجلد المقلوب، الركنة برضو جلد مقلوب، قماش جلد مقلوب. كسرت مود الكتان وكده اللي كله بيعمله دلوقتي. ادي الركنة هيت. مش عارفة اللون ده اسمه ايه، لو تعرفي ياريت قولي في الكومنتات. اهو كده، وندخل بقى على البلكونة. عملت لها زي بفات كده وبيم باك دوت. تبقى قاعدة بسيطة كده. جماعة الأشجار في البيت مهمة والله العظيم يا جماعة. لو نهتم بس بالديكورات اللي هي التابلوهات، مش كتير مش اوفر، بس نهتم بيها هنظهر جمال العفش بتاعنا. ودي هنا كده في دخلة الباب البوفيه مع السفرة. كانت اختيار ممتاز ان هي ما تعملش نيش بصراحة. كفاية نيش والله يا جماعة، كفاية نيش، اكتفوا بالبوفيه. اللي بره ده كده بقى للضيوف. تعالوا بقى نشوف هنا بقى، دي بقى ايه، اكيد دي للقعدة بقى عشان هي حاطة فيها هي الديسبنسر بتاع المية مفتوح على المطبخ. ودي التلفزيون اهو، ركن بسيط هادي لطيف ما فيهوش اي افتكاسات، بس تحفة بصراحة ما شاء الله. عجبني بقى هنا الحمام، يعني الحمام يعني ما شاء الله، الله اكبر، حمام فندقي. لو تركزوا هما بيلعبوا في حاجة واحدة، يعني لو هتلعبي في السقف كتير السجاد بتاعك سيمبل وهادي. بصوا هنا الغرفة عاملين يعني بقطنوا الظهر بالكامل بتاع السرير، بتاع ظهر السرير. وادي غرفة تانية، ادي الدولاب ومكتب كده صغير للاستخدام. بجد يعني ما شاء الله، حاساها مختلفة، يعني حاساها مختلفة عن الحاجات اللي بننزلها. وادي دريسنج وفي تسريحة. بجد البيوت بتاعتنا في مصر لو تبقى تصلح للدريسنج بجد دي حاجة خطيرة قوي، ان الدولاب والهدوم ما تبقاش معاكي في نفس الأوضة. ودي بقى غرفة النوم. لو عجبك الفيديو وصلت لحد هنا صلي على النبي في الكومنتات واعملي لي لايك واشتراك. انا هاجر ودي قناتي، بجيب لك افكار للفرش والديكور الجديده. قناتي مش للعرايس بس، قناتي لاي حد حابب يطور من بيته يشوف من عندي افكار، وبشاركك الافكار ديت. ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات وتدعوا لاصحاب الشقه دي ربنا يبارك لهم فيها. يلا باي باي.